في أحاديث المهدي أيها الإخوة التي رواها أبو داود. بس أنا أسأل يعني مسألة المهدي أليس مسألة عقدية مهمة يعني في حياة المسلمين؟ لا شك أنها مهمة، مسألة كبيرة، أنه سيأتي في آخر الزمان رجل سيعيد لهذه الأمة كذا وكذا وكذا بعد أن ملئ ظلما وجورا. هل من المعقول أن البخاري ومسلم لم يورد حديثا واحدا ولو إشارة إلى هذا المهدي المبارك؟ ما معقولة يا أخوان، غير معقولة. لذلك لما تمسك الأحاديث مالت المهدي وتدرسها دراسة عميقة أساسية قائمة على العلل وعلى المعرفة وعلى الأسانيد وعلى المتون، ولا حديث واحد من عندها ستأتي لا تجد حديثا واحدا صحيحا على الإطلاق. فأنا درستها حديثا لم يصح فيها شيء، إما أن يكون في السند ضعيف وإما أن يكون فيه شعري. الآن